أبونا عزرا الأنبا بشوي، قبل ما تبقى أبونا عزرا كنت مين؟ كان اسمي بالميلاد نبيل إبراهيم توفيق. تخرجت من كلية الصيدلة جامعة أسيوط، وقعدت فترة في العالم أعمل كصيدلاني. وبعد الفترة دي قررت أن أنا أترك العالم، فتركت هذا العالم وتوجهت إلى دير القديس الأنبا بشوي، وهنا ترهبنت إلى وقتنا هذا. كنت تملي بسأل نفسي عن ما هي السعادة، يعني أين أجد السعادة؟ يا ترى السعادة فين؟ السعادة في الجواز وتكوين أسرة وأطفال، ولا السعادة في الوجود في العالم، ولا السعادة في الخدمة بره؟ فين هي السعادة اللي هي تناسبني أنا يعني كشخص، وتملى كل مشاعري وتملى كل عواطفي؟ وبعدين استقر الرأي أن هي السعادة الحقيقية بالنسبة لي أنا في التكريس الحياة كلها لله، أن أنا أعيش كل عمري وكل حياتي مع ربنا. كان في أي معارضة من الأسرة؟ كان في أي حد بيشجعك؟ لأنه يعني العالم في ناس، في تأثيرات خارجية. طبعا ده كان في الأول مش معارضة، لكن نقدر نقول ألم، وده الألم الطبيعي، الألم الإنساني الطبيعي. بعد كده الأمور بقت كويسة والأمور مشت. ما جاش على بالك أبدا في الفترة الأولانية وقبل حياة الرهبنة ما تبدأ الفكرة جت وراحت، ما حصلش صراع جواك؟ أنا أول ما أنا ابتديت أفكر إن أنا أترهبن ما جيتش على الدير على طول. قعدت أكتر من 10 سنين، أكتر من 10 سنين أدرس إزاي إن أنا هسيب العالم وأبقى في استعداد نفسي. يعني القرار ده اتاخد بعد تفكير كبير خالص. بعد ما خرجنا من العالم فإيه كانت شروط الدير؟ أول حاجة طبعا لازم يكون الشخص المتقدم للرهبنة ما يكونش سبق له الزواج قبل كده، ويكون واخد مؤهل يعني متعلم، وبيكون حسن السير والسلوك ومشهود ليه من الكنيسة بتاعته ومن آباء الاعتراف بتوعه. وبيجي هنا الدير، وطبعا بيكون أدى الخدمة العسكرية، وبيجي هنا الدير وبيتردد فترة على الدير. في خلال هذه الفترة بيروح ويجي. بعد كده بيقعد هنا في الدير فترة تتراوح 3 سنين، بيكون خلالها مش راهب لكن بيكون تلميذ رهبنة. خلال الفترة دي هو ممكن يرجع وممكن يكمل. هو بيختبر الدير وبالدير بيختبر هل هذه الحياة بتناسبه. لأن طبعا الأول كان هو بيفكر التفكير غير الوضع العملي. هل الحياة دي بتناسبه؟ هل هو كده مستريح؟ هل العيشة هنا بتناسبه؟ 3 سنين. وكمان رئيس الدير بيختبره والآباء بيختبروه. الحياة نفسها كلها امتحانات. ما هو قاعد في الامتحان قاعد 3 سنين بيشوفوا كل تصرفاته، وبيشوفوا كل دوافعه، وبيشوفوا كمان سلوكه في الكنيسة وطباعه. هل هذه الطباع وهذه السلوك تصلح أم لا تصلح؟ بعد الفترة دي بيتم رسامته راهب، وبيلبس الزي الرهباني اللي هو زي ما حضرتك كده شايفاه. وأول طبعا ما يلبس اللبس الرهباني كده هيكون خلاص مش هينفع إنه يرجع تاني العالم. غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل آبائي، غريبا في أساليبي وأفكاري وأهوائي، غريبا لم أجد سمعا أفرغ فيه آرائي، يحار الناس
في ألفي ولا يدرون ما بائي. الرهبنة هي عبارة عن الانعزال عن الكل والارتباط بالواحد. الراهب بينعزل عن الأهل والأصدقاء ووظيفته وبلده وبيرتبط بالله. الرهبنة تعتبر دي ميلاد جديد أو حياة جديدة. وبعدين احنا ممكن نسأل سؤال، يعني ليه الانعزال؟ يعني ما هو عايز يترهبن، طب ما يترهبن هو في بيته، ليه ينعزل؟ الانعزال بيخلص الراهب من الارتباطات الاجتماعية ومن الارتباطات اللي ممكن تعمل تشويش أو تعطيل للعلاقة بينه وبين ربنا. والانعزال الخارجي بيؤدي إلى الانعزال الداخلي. ولو وصل الراهب لمرحلة الانعزال الداخلي، يعني كده هو خلاص هيعمل علاقة قوية وغير مشوشة بالله. والراهب هو إنسان انفتح قلبه على حب عميق، فما عاد حب العالم يشغله، ما عاد حب العالم يكفيه. انفتح قلبه إلى حب الله فأعطاه الله كل ما يحتاجه من مشاعر وأحاسيس، فما عاد يحتاج إلى مشاعر وأحاسيس أخرى، لأن الله هو كفايته. أبونا عزرا، حياة أبونا عزرا بقى اليومية هنا طبعا العمل اليومي ده مبدأ من مبادئ الرهبنة. يعني ما فيش حد يجي هنا الدير وبيقعد من غير شغل، لأن طبعا العمل ده مبدأ من مبادئ الرهبنة ومبدأ إنجيلي كمان. وكل راهب هنا بيبقى له شغل على حسب أب اعتراف اللي هو الراهب، هو اللي بيوجهه للشغل ده. أول حاجة احنا بنصحى الصبح الساعة 4 صباحا عشان بنعمل التسبيحة اليومية، وبعد كده بنصلي القداس، وبعد كده بنستريح شوية ساعة أو ساعتين، وبنقوم نصلي اللي هو الصلوات بتاعتنا الخاصة اللي هي الأجبية، المزامير بتاعة الأجبية. وبعدين بيروح كل واحد لشغله، سواء أب ماسك الزيارات، أب ماسك العيادة، أب ماسك الصيدلية، أب ماسك الزراعة. وبعد كده بيجي في صلاة الغروب، بتكون حوالي الساعة 4 بعد الظهر، بيصلوا صلاة الغروب. وبعدين بيطلع بعد كده الراهب من صلاة الغروب، بيطلع يتمشى أو بيطلع يتأمل أو بيقرأ في الكتاب المقدس بتاعه أو يعني إلى خلافه. أنا بقى عايزة أقف عند موضوع التأمل ده، هرجع ليه تاني، بس أنا عايزة أشوف حضرتك بقى وأنت بتأدي عملك، يعني تورينا كده حضرتك شغلك إيه بقى في الدير؟ أنا مسؤول الزيارات في الدير هنا. الأنبا بشوي اتولد سنة 320 في قرية اسمها قرية ششنة تبع المنوفية. كان هو صغير، كان طفل يتيم كده ضمن 7 إخوة. فراح الملاك ظهر لمامته قال لها اسمعي، في واحد من عيالك دول هيكون خادم لربنا طول الوقت. فراحت، هو الأنبا بشوي كان أضعف واحد في إخواته، فراحت مامة الأنبا بشوي قالت له ممكن تاخد أي حد من إخواته دول؟ قال لها لا، أنا عايز بشوي، عايز بشوي. قالت له يا سيد الملاك ده هنا كده ده الحصن القديم. والحصن القديم ده اللي هو بناه الملك زينون في آخر القرن الخامس علشان خاطر يحمي الرهبان من هجمات البربر. وكان فكرته ان بيكون راهب موجود فوق السطح بتاع الحصن، اول ما البربر بيجوا بيضرب الجرس فبتتجمع كل الرهبان وبيدخلوا الحصن وبيقفلوا الكوبري، فبينفصل الحصن وبيه الرهبان عن باقي اجزاء الدير.
حضرتك كنت بتكلمني عن حياة الراهب اليومية، وقفنا لحد فترة الغروب بعد ما بيخلص شغله بيبدأ مرحلة التأمل. المرحلة دي بقى لحد بقى يعني ما بيجي وقت النوم بيحصل فيها ايه؟ طبعا بيكون في تأمل، إما تأمل شخصي أو تأمل في الكتاب المقدس، أو الراهب بيتأمل في حياته الروحية أو بيتأمل في ربنا لغاية طبعا ما بيجي ينام. طيب للرهبانة يعني درجات تدرج، يعني في مثلا حد الاول بيبقى حضرتك قلت لي ان بنلبس اللبس ازاي، هذا ازاي في درجات اخرى ولا كل الناس زي بعض؟ لا طبعا الرهبنة فيها طبعا درجات. بيبتدي الراهب بيترسم راهب وبيعيش راهب في مجمع الرهبان عادي خالص خالص، وبعد فترة بيبتدي المفروض ينعزل أو يتوحد. فدي بتكون الدرجات بتاعة الرهبنة. يعني يبتدي يتدرب الأول هو على الوحدة، يعني هو بيشتغل، وبعد ما بيشتغل يرجع الآلية بتاعته، ما يحاولش يخرج، ما يحاولش يستقبل زوار، ما يحاولش يحتك بإخوة علمانيين أو الإخوة الرهبان في الدير، وبعد فترة بينطلق للوحدة. هل وارد ان في حد يتعب بعد ما بيوصل لمرحله من مراحل الرهبنه خلاص وبيلبس ازاي وبيبقى خلاص راهب؟ هل ممكن يتعب؟ طبعا ممكن يتعب. الراهب إلا أنه راهب ومات عن العالم وصلي عليه صلاة الموتى، لكن في النهاية راهب. هو بيصلوا صلاة الموتى؟ صلاة الموتى دليل أنه هو انقطع انقطاع كامل، مات عن العالم. طبعا كأنه مات عن العالم، عشان كده ما ينفعش يرجع، ما ينفعش. ملوش علاقة بأي حد سابق كان يعرفه في العالم. هو المفروض كده طبعا، وما ينفعش ان هو طبعا يرجع، وما ينفعش طبعا يتجوز، لان ده راجل خلاص بحكم ان هو في وجهة نظر الكنيسة ان هو مات. لكن في النهاية هو راهب، هو انسان، هو بشر بيخضع لتغيرات وبيخضع لأمراض، وزي ما الروح زي ما الجسد بيمرض الروح بتمرض. هنا هيتبقى بقى ايه دور المجتمع ودور اب اعترافه. زي اي واحد لما جسده بيتعب بيروح للدكتور بيعالج بيعالج روحيا. حد ما تعالجش؟ لا، ما هو تتوقف بقى على 3 حاجات. تتوقف على اولا امانته مع نفسه، ثانيا تتوقف امانته مع اب اعترافه، ثالثا تتوقف على حرصه في الحياة الروحية. يعني انا اتذكر احد الناس وكان قامته الروحية عالية جدا جدا، قال له كلمة بيقول: لنا جراحات لو خليت يوما من المراهم والرباطات أنفست دودا. بنشوف هنا في 3 عوامل بيتحكموا في حياة الراهب: حياته الشخصية، ودور أب اعترافه، ودور ربنا في حياته. الله مستحيل إن هو ينسى واحد خرج لأجله وترك العالم. الله بيعزيه بطريقته، بيعالجه بطريقته، وبيديله نعمة. الألم ده احنا بنبص له إن عبارة عن الهبة أو العطية اللي ربنا عطاها لنا علشان خاطر بتؤهلنا لقامة روحية أعلى. فالإنسان بيبص أي تجربة تجيله على أساس إن هي ألم، والألم ده ليه أجره، فهو أساسا جواه فكر، جواه فلسفة أخرى عن الألم. جواه الألم بالنسبة له دي عطية. يعني هو الألم بالنسبة لكل المسيحيين عطية، لأن كمان الكتاب المقدس بيقول كده: وهب لكم لا أن تؤمنوا لأجل اسمه بل أن تتألموا أيضا. المسلمين يقول لك تكفير ذنوب، يعني أي واحد بيتألم فعلا ده بيكفر ذنوب. بالظبط. فطبعا هو لكن الألم يعني اللي هو الألم بيكون ليه ناحيتين، يا إما بيكون ألم هو ليه يد، وساعتها بيكشف أمره الأب اعترافه ومدى أمانته ومدى صلاته. الحاجة الثانية ألم ملهوش يد فيه، فبيبص له إن ده عبارة عن صليب وربنا عطاه له علشان خاطر ينمو روحيا، وعلشان خاطر يكون يعني ليه حياة روحية معينة مميزة. يعني حضرتك بتقول إنه الراهب بالنسبة للعالم مات وصلي عليه صلاة الموتى. طب الراهب نفسه لما يجي يموت بيحصل إيه؟ بيصلي عليه صلاة الموت أيضا، ولكن طقس مختلف، لأنه هو تحرر من الجسد. هو مات روحيا في الأول، مات روحيا عن العالم، لكن في المرة الثانية مات جسديا عن العالم، خلاص روحه انطلقت.
أساس الرهبنة في الإنجيل؟ السيد المسيح هو أساس الرهبنة في الإنجيل. والسيد المسيح قال آية صريحة جدا جدا عن الرهبنة، قال لأنه يوجد خصيان ولدوا من بطون أمهاتهم خصيان، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. ومن هم الذين خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات؟ إلا ذلك الراهب الذي ارتضى أن يعيش بتولا بعيد عن علاقة الزواج ليحيا مع الله. وكمان مبادئ الرهبنة كلها مستمدة من الإنجيل. يعني مثلا مبادئ الرهبنة، أول مبدأ البتولية. البتولية يعني الرفض الجواز، رفض الزواج أو عدم الزواج، وفي الواقع ليس كرها للزواج أو يعني الزواج يعني غلط، لا، الكتاب المقدس بيقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد منكم والمضجع ليس نجس. وكمان الكتاب المقدس بيقول على فم بولس الرسول إنه أريد أن يكون الجميع مثل هكذا، يعني عايز الناس كلها تبقى بتوليين. وكمان بيقول من يتزوج يفعل حسنا ومن لا يتزوج يفعل أحسن. يعني الزواج طريق حسن والرهبنة طريق أحسن، المقارنة بين الحسن والأحسن مش المقارنة زي الفضل والفضيلة. بالظبط زي الفضل والفضيلة. والسيد المسيح كمان كان بتول. وكمان في برضو المبدأ الثاني الطاعة، والكتاب المقدس بيقول أيها الشباب أو أيها الأحداث أطيعوا الشيوخ وكونوا متسربلين بثوب التواضع. وفي الواقع الطاعة ليست عمياء، الطاعة مستنيرة تنبع من وجود إحساس داخلي عند الإنسان أنه يحتاج إلى آخر يقوده في الحياة الروحية. ويقول أحد القديسين أن الذين بلا مرشد يتساقطون مثل أوراق الخريف. المبدأ الثالث من الرهبنة نجد اللي هو العزلة. والكتاب المقدس قال عن السيد المسيح نفسه للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أن يسند رأسه. كمان مبدأ الفقر، بس ده الفقر الاختياري، الراهب بيعيش في فقر اختياري. والسيد المسيح نفسه كان قال لتلميذه بطرس روح صيد سمكة وادفعها يعني للضرايب، هتلاقي فيها استار، والاستار ده عبارة عن 4 دراهم. يعني ما كانش معاه في الوقت ده 4 دراهم السيد المسيح، كان فقير. وكمان اتولد في مزود بار، اتولد ولادة يعني كأي إنسان فقير جدا جدا جدا. والفقر كمان والتجرد والفقر بيدي للإنسان لونا من السعادة. وهو العيب مش إن الإنسان يمتلك المال، ولكن العيب أن المال هو الذي يمتلك الإنسان. البلد تحمل في داخل حب وتحمل في داخل انتماء، ونصلي لأجل البلد ومصر ولأجل كل الناس. أبونا احنا فين بقى دلوقتي؟ احنا دلوقتي في المائدة الأثرية، والمائدة الأثرية دي اللي كان يتجمع فيها الآباء الرهبان في القرن الرابع علشان خاطر ياكلوا طعام الفطار بعد قداس يوم الأحد. يعني هما كانوا يتجمعوا هنا مرة واحدة بس في الأسبوع اللي هو بعد قداس الأحد. كانوا الآباء الرهبان يقعدوا على الأرض طبقا لترتيبهم، وكان الأب الروحي أو أقدم راهب أو رئيس الدير يقعد هنا، وبعدين يبتدي يقرأ عليهم باراجرافات أو أجزاء من كتاب بستان الرهبان. في هنا حضرتك بتقول أقدم حاجات قديمة جدا، تصل لأقدم حاجة في التاريخ من القرن الرابع. في مثلا العمود ده عمود فرعوني، ده طبعا من قبل الميلاد طبعا. وفي الهون ده من القرن الرابع كمان، أيوة. وفي هنا الوعاء الفخاري ده كمان من القرن الرابع. في صورة ال3 مقارات قديسين، وفي صورة، وهنا برضو صورة البابا يوساب. يعني صور للمشاهير، مش شرط من ان هم مش موجودين في الدير يعني. يا إلهي أعمق الحب هواك، يا إلهي لي اشتهاء أن أراك، لي اشتهاء أن أراك
في جمال، في بهاء مبهر، في جلال وسط قوات السماك، أو أرى حسنك في الابن الذي كل شخص قد رآك. أنت ملء العقل والقلب معا، ليس لي في غربة العمر سواك. أنا وسط الناس أجذبهم لك، أنا في الوحدة أستوحي نداك. أنت أصل الكون يا رب الورى، كل مجد الكون صاغته يداك. يا إلهي أنت عوني، أنت حصني، أنت ربي، أنا أحيا في حماك. فيك ما يشبع قلبي دائما، إيه ربي متعة القلب. تفضل يا رب أن تذكر نفس أبينا المتنيح مثلث الرحمات القديس البابا شنود الثالث. لكنها الأيام تجري مثل ريح كالضباب، يرحل العمر ويضحى كل حلم كالسراب. تخرج الروح وتجري في شرايين السحاب، وتترك الجسد الترابي يبقى في وسط التراب. القصيدة دي كتبتها لما أخذت قرار إن أنا أخرج وأسيب العالم، وأسميتها يوم الرحيل. طيب في النهاية بقى أنا عايزك تقول كلمة للعالم الآخر، للعالم الخارجي، العالم اللي أنت سبته. أنا أتمنى إن الحب يسود في العالم كله، وأنا بصراحة نفسي إن اللغة بتاعتنا تبقى لغة الحب، نتكلم بلغة الحب ونتعامل بلغة الحب ونتناقش بلغة الحب ونختلف حتى بلغة الحب. وأتمنى أن ربنا يسود السلام على كل العالم. وكمان الحاجة اللي فعلا أنا عايزها من قلبي من جوه، أنا عايز أن احنا نتعامل مع بعض كبشر، كإنسان. أتعامل مع حضرتك ومع غيرك ومع غيرك ومع غيره على أساس أنكم أنتم صورة الله ومثاله. والله محبة. الله محبة. أمين. هاشتاج الراهب.